السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل منتخب الجزائر جاهز فعلا لمونديال 2026؟ لمعرفة الحقيقة الكاملة تابعوا إلى آخر الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الإيجابيات: يمتلك المنتخب الجزائري مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم رياض محرز الذي يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى. كما يشهد المنتخب بروز عدد من المواهب الشابة التي تمنح الأمل للمستقبل على غرار إبراهيم مازا. إضافة إلى ذلك تحسنت نتائج المنتخب في بعض المباريات الأخيرة مما يعكس تطورا نسبيا في الأداء. السلبيات: رغم هذه الإيجابيات لا تزال هناك عدة نقاط تثير القلق، أبرزها غياب الاستقرار في التشكيلة الأساسية حيث تشهد القائمة تغيرات مستمرة في كلا تربص. كما أن بعض اللاعبين ينشطون في دوريات أقل تنافسية وهو ما قد يؤثر على جاهزيتهم. لا ننسى مشكلة الانسجام بين اللاعبين التي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. التساؤل: يبقى السؤال الأهم، هل يتمكن الطاقم الفني من تحديد التشكيلة المثالية؟ وهل الدفاع قادر على الصمود أمام أقوى منتخبات العالم؟ بالمونديال لا يعترف إلا بالجاهزية الكاملة. في النهاية، يظل الأمل قائما في أن يقدم المنتخب الوطني الجزائري أداء يليق بتطلعات الجماهير. والآن ما رأيكم؟ هل الجزائر قادرة على التألق في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ودمتم في رعاية الله.